إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، فحقا لقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم حق ربه جل وعلا، وعرف شرف هذه العشر فاجتهد فيها، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان عبدا شكورا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم، إحياء الليل بأنواع العبادات من صلاة وقراءة للقرآن وذكر لله وتسبيح وتهليل وتحميد واستغفار وبذل صدقة وإعطاء وإنفاق وحسن خلق وطلب علم وغير ذلك من أنواع العبادات. فينبغي للمسلم في هذه الليالي الغاليات التي والله إنها لتمر كما مرت الليالي الماضيات أن يجد ويجتهد في هذه العشر من قيام الليل الذي هو دأب الصالحين وقربة إلى ربكم الكريم، والعناية بالصلاة بتطويل القيام والركوع والسجود والتلاوة والخشوع. عباد الله، إيقاظ الأهل والأولاد ليشاركوا المسلمين في إظهار هذه الشعيرة ويشتركوا في الأجر والثواب ويتربوا على العبادة. فعن أبي سعيد وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها المسلمون، إلى شبابنا في هذه الليالي المباركات العظيمات أقول لهم: إنها والله أوقات ثمينة وغالية جد غالية، فالله في الحرص عليها بأنواع الطاعات لا بضياع الأوقات والسهر في الملهيات، لعلكم تتعرضون لنفحات الرب النورانية وفروضاته الرحمانية عند الخشوع في الصلاة وتدبر الآيات والتضرع بالدعاء للرحمن في الليالي المباركات. فعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. عباد الله، فيا من يريد القرب من الله تعالى والدخول من الريان والزوجات الحسان والنخل والرمان وفوق ذلك رؤية الرحمن، اغتنم جوف الليل بالذكر والقرآن والصلاة. فجاء في
أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخرة، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. عباد الله، ألا وإن في هذه العشر ليلة خير من 1000 شهر، هي ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها المسلمون، فقد خص الله تعالى هذه الليلة بخصائص، أنزل فيها القرآن الكريم جملة إلى السماء الدنيا، ونزل أوله من السماء الدنيا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إن العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، فالعمل والعبادة في هذه الليلة لمن وفقه الله تعالى تعدل هذا الزمن الكبير 1000 شهر، فهل يحق لغافل أن يفرط في هذا الفضل؟ وفي هذه الليلة تنزل الملائكة بالرحمات والبركات والسكينة وبكل أمر قضاه الله وقدره لهذه السنة. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وفيها هذه الليلة سلام إلى طلوع الفجر، تسلم الملائكة والروح على المطيعين، وذلك أن الملائكة ينزلون فوجا فوجا من ابتداء الليل إلى طلوع الفجر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفيها أن الله يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.